السلام عليكم. نهاركم مبروك. اليوم غادي نهضر على واحد الموضوع ان بو دو سبيسيال. نهضر على القانون ممارسة حق النقابي، ونهضر على منظمة الاتحاد للعمال الجزائري، ونهضر على المفتشية، ونهضر على شركة الحراسة والمراقبة. هذا ميساج نوجهه اولا الى الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائري عمر تكجود، ونقول له نعطيه الاحكام نحطهم له فوق الطابلة، ونقول له استدعي المدير العام لشركة الحراسة والمراقبة وطرح عليه أسئلة، وقول له هذا السيد اللي راه عندك أحكام علاش ما راكش باغي ترداه إلى مكانه، إلى مكان عمله، وراه المشكل. شادر هذا السيد؟ هذا مندوب نقابي راه فوتك للشرع وربحك. على أنا كي فوت الشركة على أساس أنا نقابي، وربحتها على أساس نقابي. وقول له طرح عليه أسئلة، قول له هاد الإنسان كي كان في الشركة كي عاقبته وبغيت تطبق عليه القانون ودرت له الطرد، اسكو خبرت المنظمة اسكو خبرت الاتحاد المحلي، اسكو خبرت النقابة، ومن بعد حبسته وقلت العقوبات اللي عنده شهومة؟ هذا الإجراء ما داراش. هذا إجراء داراه مخالف القانون. علاش حنا ما نهربوش من القانون؟ اليوم غادي نهضروا في القانون. حنا غادي نروحوا لممارسة الحق النقابي. من المادة نحكيو على مادة الحماية للمندوب النقابي من المادة 50 حتى المادة 58. نروحوا المادة 53. المادة 53 تقول: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطه النقابي عقوبة عزل أو تحويل أو عقوبة أديبية كيف كان نوعها. شكون اللي تختص بهذه العقوبة؟ نورمالمون يخبر تختص تنظيمات المندوب النقابي وحدها بمعالجة الأخطاء ذات طابع نقابي محض. نورمالمون هذا القانون راه باين. ما تقدرش دير عقوبة ولا دير تحويل ولا دير تسلط على المندوب النقابي حتى تخبر المنظمة وتخبر الاتحاد المحلي ويشوفوا اسكو هذا السيد الى دار غلطة كبيرة ولا دار مخالفة كبيرة، وهما يخذوا الإجراء. بصح لا، هو هاد شركة الحراسة والمراقبة والمدير العام والمسؤولين الإجراء اللي داروه عقوبات في الباطل وموراها طرد. ما يحوسوش يفهموا. وعندي الأحكام، وفي الأحكام تثبت أنهم خالفين القانون. عليها أنا ربحت أنا هاد الشركة. ويزيد يسقسيه يقول له انت علاش طردت المندوب النقابي وقلعت النقابة من الشركة من السيد؟ اسكو عندك حق باش تقلع النقابة؟ اسكو عندك قانون يقول له يسقسيه يقول له اسكو عندك قانون يثبت باللي هاد النقابة ما تكونش في الشركة تاعك؟ اعطيني البيان. هاد الاسئلة يطرحهم عليه. لا، هما طردوا المندوب النقابي وهدوا العمال. كيف هدوا العمال؟ هدوا العمال. هذا برهان من تهديد العمال. هذا تصريح شرفي. هذا تصريح شرفي شرا يقول. هذا تصريح شرفي اللي داروا العمال باش يقلعوا النقابة ويهدوا ويخوفوا العمال اللي ما يسنيش في هذا التصريح شرفي يا الطرد يا العقوبات يا المهم يديروا له حاجة. هما خوافين. هما كي داروا لهم هذا التصريح هذا خافوا. هذا التصريح دارتها الشركة. المادة 51 من ممارسة الحق النقابي تقول: لا يجوز لأحد أن يمارس ضد العمال ضغوطات أو تهديدات تعارض التنظيم النقابي ونشاطاته. هما داروا تهديدات. المادة 51 راها باينة. هنا تشوف هاد الشركة
القوانين والتهديدات اللي داروهم العمال واللي مارسوهم على المندوب النقابي. ويزيد يسمع الجواب عند المدير العام وشو يقول له. رد على هذه الأسئلة. نورمالمون هذه هي. وكاين سؤال يا أمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائري تطرحه، تقول اسكو المفتشية خدمت الدور تاعها؟ رغم أن المفتشية على بالها بالقضية تاعي، علاش ما تدخلش في القضية تاعي؟ كاين قانون، احنا ما نخرجوش من القانون. المادة 56 تقول يعد كل عزل للمندوب النقابي يتم خرق للأحكام هذا القانون باطلا وعديم الأثر، ويعاد إدماج المعني بالأب في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناء على طلب مفتشية العمل بمجرد ما يثبت هذا الأخير مخالفة. ها القانون هذا واضح، المفتشية تتدخل وهذا راه مخالف القانون. كي المفتشية كي شافت هذا مخالف القانون وكاين حكم نهائي راها دايره غلطه كبيره في حق المندوب النقابي وفي حق النقابه، مطبق عليها القانون. القانون واضح. القانون اللي ديره المفتشيه هي العقوبه والغرامه، ودير الشركه دير لها غرامه، والغرامه راه باينه من 10 ملايين حتى ل 50 مليون. علاش دير لها هذه الغرامه؟ خاطرها راه عرقلت لحريه ممارسه الحق النقابي، راها مخالفه القانون. وفي نصوص الاحكام راه باين، كلشي راه باين. قادر الناس تروح حتى للحبس، وقادر الناس من الحبس حتى 30 يوم، من الحبس حتى 6 شهور، خاطر على الاجراء اللي دارتها الشركه والتهديدات وقلعت النقابه راها مخالفه القانون. هذا هو لازم يطبق عليها القانون. هذا هو يا امين العام، احنا ما نهربوش. القانون في ممارسه حق النقابي اللي داره الرئيس وصادقوا عليه، صادقت عليه الدولة وصادقوا عليه الوزارة، راه باين في المجلة الرسمية، راه باين، كلشي راه باين. هذو هما الأسئلة لازم تطرحهم على هاد شركات الحراسة والمراقبة. هذا هو القانون. القانون هذا الممارسة كاع نتمشاو عليه وكاع لازم نحترموه. كي شركة الحراسة والمراقبة، كي المنظمة، كي المفتشية، لازم كاع نحترموا القانون، ولازم كل واحد يدي حقه. هذه هي اللي بغيت نوجهها لك يا امين العام الاتحاد العام للعمال الجزائري. لازم تتخذ اجراءات. هذه منظمات الشهيد. انا والله ما راه غايضتني قد ما راه غايضتني هاد الشركه وهاد المسؤولين تاع شركه الحراسه يلعبوا بالقوانين ويديروا صوالح لمحاربه النقابه. حاربوها وقلعوها كاع، ما استعرفوش كاع. انا هذا اللي راه غايضني. منظمة اللي مات عليها الشهيد إساتيدي اللي قتلته في فرنسا، والرجال اللي ماتوا على هذه المنظمة. هذه منظمة كاع العالم يسمع بها، ما نخليوهاش تضيع. هذه هي. ما نخليوش الناس هادو يضحكوا على المنظمة الشهيد ويطيحوا من قيمتها. هذه اللي راه غايضتني. هاد الشركة راها كيما فرنسا، انا نعتبرها كيما الحراكة، باش تهجمت على المندوب النقابي وقلعت النقابه ودارت الاجراءات اللي دارتهم غير قانونيه وما تعاقبوهاش. لا، لازم تتعاقب. لازم تتعاقب. هذه دولة الحق، لا باغين دولة الحق ودولة القانون. تعاقب. لازم تحضرها وتشوف تشوف الصوالح اللي دارتهم، وتشوف الحاجه اللي دارتها، وتشوف لا راها نيشان ولا ما راهاش نيشان. غادي تلقاها ماشي نيشان، مخالفه القانون.
وربي راه شاهد على ما أقول. والسلام عليكم.